السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة إن شاء الله في أتم الصحة والعافية. وأنتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا، قبل ما ندوزو الوصفة نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم كاقتراح غنحضر معكم ألذ وأسهل وأسرع غريبة المعلكة أو غريبة الكاوكاو اللي كتجي هشيشة كتذوب في الفم بمكونات اللي جد بسيطة واقتصادية، غير ب3 بيضات وربعة الكاوكاو فقط كتخرج لكم الكميه اللي هي ما شاء الله اللي وفيره. كيف ما كتشوفوا معايا حباتها راهم كبار، خرجت ليا اكثر من 40 حبه. الا صغرتوا الحجم اكيد انها غتخرج لكم كميه اللي هي اكثر. ما تنسوناش بالدعم والتشجيع واللايك للفيديو والاشتراك في القناه فضلا منكم وليس امرا. دابا ندوزو مع المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. في هاد الإناء أو في هاد القصرية درت 3 بيضات يكونوا بحرارة المطبخ. غادا نضيف عليهم كأس إلا ربع سكر سنيدة القياس بكاس العنبة، وغادا ندير واحد القبيسة الملحة أو راس معلقة صغيرة ديال الملح لتحسين الذوق فقط. غادا نخلط البيض مع السكر جيدا حتى يذوب ليا السكر وينسجم مع البيض. عادش غادا نضيف باقي المكونات، ولكن هذه اول خطوه ضروري انكم تخدموا مزيان البيض مع السكر حتى تحصلوا على قوام اللي كيكون هو متجانس. تقدروا تخدموا غير بالطراب اليدوي او حتى الطراب الكهربائي باش تعوض انكم تخلطوا بيديكم وتستغلوا شويه الوقت. انا غنخلط هكا كامل بيديا حتى نحصل على قوام كيف ما قلت لكم اللي كيكون متجانس. عادش غادا نضيف كأس زيت نباتيه يكون مملوء جيدا، وغادا نستمر في الخفق اولا في الخلط حتى ميبقاش يبان لي هذاك الزيت وينسجم مع السكر والبيض. راه هاد التحضير ديال هاد الغريبه هادي راه ما كتاخذش لكم نهائيا شي وقت اللي هو كتير، راه تقريبا في مده 10 دقائق انكم هكا كتكون واجده او لا دغيا كتحضروها، ما كتاخذش منكم شي وقت اللي هي كثيره. صافي انا غنستمر هكا بالخلط جيدا كيف ما كتشوفوا معايا حتى ما كيبقاش يبان الزيت نهائيا، بحال كنحصلوا على كريمه كتكون سائله. عادش غادا نضيف واحد ربعه الكاوكاو اللي حمرته بقشورو وطحنته، ولكن ما تخليوش طحن لكم حتى يتعلق، طحنوه ولكن ما يتعلقش لكم. دابا غادا نضيف تقريبا واحد الكأس اول ديال الكوك، اي نوعيه عندكم ماشي مشكل. هنا غادي ندير غير واحد ملعقه صغيره ديال الزبده. بعد ما خلطت هذاك الكوك والكاوكاو والزبده، دابا غادا نضيف واحد ملعقه ديال العسل. هاد العسل هذا هو اللي كيخلي هاد الغريبه هادي باش تجيكم معلكه من الداخل. حتى لما كانش عندكم العسل يمكن لكم تضيفوا في بلاصتو المربى ديال الخوخ او المشماش، كيبقى لكم الاختيار. دابا تقريبا غادا نضيف واحد الكأس ثاني ديال الكوك وواحد 2 ساشيه ديال خميره الحلويات وزن 16 غرام. وانا كنمعك جيدا هذاك الكوك مزيان مع الخليط كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. كيف ما قلت لكم راه تقريبا هز ليا واحد 2 كيسان ديال العنبه ديال الكوك، ولكن ضروري تخليوها مرخوفه بهذا القوام هذا لان الكوك راه كيتشرب لكم. باش تجيكم المعلكه ناجحه خليوها مرخوفه غير مده 5 دقائق كتجي كتلقاوها شربات. صافي هنا غادي نشكل فيها على شكل الى كرات صغار ونفندوهم جيدا في السكر كلاصي، خاصو يكون ضروري سبيسيال، ونوضعوها في اللاطه اللي كتكون مدهونها جيدا بالزيت. ضروري تاكدوا من هذيك اللاطه ما كتلتصقش لكم، اولا وضعوا فيها ورق الخبز لان هاد اللاطه عندي انا ما كتلصقش نهائيا.
انا غنصمم نشكل كريات كيف ما كتشوفوا معايا اولا الغريبه هذه. ضروري نمرر ايديا في الماء زهر، في نفس الوقت كيعطيها واحد النكهه، وفي نفس الوقت ما كيخليش هاد العجين يتلصق لكم في يديكم. يعني كيف ما كتشوفوا معايا راها مرخوفه، يعني حتى لما كانش عندكم الماء زهر تقدروا ديروا غير الماء عادي. المهم ضروري انكم تبلوا ايديكم شويه عادش تكوروا العجين. صافي كيف ما كتشوفوا معايا انا راه كنلبسها مزيان اولا كنغلفها بهذاك السكر كلاصي هكا باش تجيكم شقه. ضروري انكم تلبسوها مزيان بالسكر كلاصي. يعني كيف ما شفتوا معايا كنمرر ايديا في الماء عادش كنكمل التشكيل ديال العجين كامل. يعني كيف ما قلت لكم راه طريقه اللي جات بسيطه وما كتاخذش منكم شي وقت اللي هو كتير. صافي انا غنستمر كامل بنفس الطريقه، يعني نمرر يدي في الماء وكنشكل الكريات. بعد ما كندير واحد الكميه اللي هكا كثيره ديال الكرات كنبدا نلبس فيهم في السكر كلاصي ونوضعهم في اللاطه. وفي هاد الاثناء هادي راه خاص ضروري يكون الفران سخون مسبقا، اولا من احسن يعني من احسن كنصيحه تكونوا ديجا هكا طيبتوا فيه يعني اما حلوه اولا خبز عادش يمكن لكم تحضروا هاد الغريبه ودخلوها الفران، حيت الفران ديال هاد السر ديال تشقق اي غريبه كيف ما كانت كيبغي الفران كيكون سخون مزيان. كيف ما شفتوا معايا انا راه درت الاصبع ديالي على وسط الغريبه باش تعطيني هذاك الشكل ديال التشققات من الجناب. من بعد ما دخلتها الفران كيف ما كتشوفوا معايا يعني خاص ضروري تكون اللاطه لتحت والعافيه من الفوق. ضروري في الاول غير كتتشقق لكم كتطلعوها الفوق كتكمل طيابها تقريبا واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه، راه ما كتاخذش يعني وقت كتير في الطياب. صافي بعد ما طابت وخرجتها كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي كامله كلها مشقه، يعني ما كايناش شي حبه كيف ما كتبان لكم ما مشقاش، يعني كامله مشقه. صافي انا كملت كامل يعني حتى العجين اللي بقات لي في القصريه حتى هي درت لها بنفس الطريقه وكملت طيابهم وخرجتهم وقدمتهم في طبق التقديم. كيف ما كتشوفوا معي شكلها النهائي كيفاش كتجي، يعني كما قلت لكم راه كتجي كامله مشقه. يعني بالخصوص المبتدئات غير تبعوا الطريقه راه غتنجح معكم اول تجربه. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وشكرا لكم على الدعم والتشجيع، وشكرا لكم على المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه، مع السلامه.